حلويات الرقبة يا جماعة أو النفوس، الأكلة دي قسما بالله طعمها بالطريقة ديت جنان، طعمها تحفة. الأكلة دي انطلبت مني أكتر من مرة. لو هتعملها بالطريقة ديت هي لها كذا طريقة. ممكن تعملها زي الكبدة، بصل فلفل فقط. ممكن تعملها بخضار زي ما أنا عاملها كده، بخضار سوتيه، بتكون طعمها جميل جدا. طبعا دي النفوس او حلويات الرقبه، طلبت مني اكتر من مره. طبعا يا جماعه، او النخاع عامه يعني، ده بيكون موجود عند الجزارين متاحه يعني. تمام. ولكن في مقدمه الفيديو كده احب اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم خالد من قناه الشيف خالد مافيا، وفيديو جديد كالعاده. اتمنى لو اول مره تشوفنا على اليوتيوب فضلا وليس امرا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. طبعا حلويات الرقبه ده يا جماعه، او النفوس او النخاع عامه، او البهاريز اللي هي بتتباع عند الجزارين، دي بتكون طعمها جميل جدا. لو انت ما اكلتهاش قبل كده او اول مره تعرفها، ممكن تروح عند الجزار، موجوده ومتاحه ومتوفره. تمام. ممكن تروح عند الجزارين تجيب لك نص كيلو كتجربه، ولكن هي طعمها جميل جدا، بيكون مذاقها جميل، اللي هي البهاريز عامه او النخاع او حلويات الرقبه او النفوس زي ما بتسمى في جميع الاماكن. تمام. اول حاجه يا جماعه في الاكله دي عشان تطلع معاك كويسه جدا، طبعا هي بتتغسل يعني لما تيجي تغسلها ما بتتغسلش باي اضافات زي مثلا ليمون او مش هي او خل. هي ملح بس، وتحط ملح في الميه وتعملها يعني زي نظام محلول كده، تنقعها في الميه لمده ربع ساعه او نص ساعه، بحيث لو فيها اي دم او اي فضلات او اي حاجه ما تكونش مغسوله كويس يعني عند الجزار، تنضفها عندك في البيت كويس. يعني ممكن الملح فقط في الميه، تعملها زي نظام محلول كده وتسيبها في الميه لمده نص ساعه. بعد كده بتطلعها تحطها في مصفى وتصفيها لمده 10 دقايق او ربع ساعه، بتكون هي نزلت الميه بتاعتها خالص. بعد كده بتحط حله بنفس الشكل ده. لو حابب تحط حته دهن كلاوي تسيحها مكان السمنه او مكان الزيت، اللي حابب برضو مفيش اي مشكله. بعد كده بتبدا ان انت تشوحها في السمنه تشويحه كده لمده 10 دقايق ربع ساعه على نار عاليه. يعني تاخدها في الاول كده زي ما حضراتكم شايفين في السمنه هي، بعد كده بتبدا ان هي بتنزل بقى كمان برضو الدهون اللي فيها او الميه اللي فيها. فكده خلاص، طبعا احنا غسلناها كويس، اي حاجه بتنزل منها ديت عشان خاطر تستوي معانا. بعد ما نديها تشويحه كده لمده ربع ساعه على نار عاليه زي ما حضراتكم شايفين كده، وتبدا هي تنزل الحاجه اللي فيها. نبدا نحط عليها الخضار او البصل عامه بتاعنا او الطماطم والحاجات كل ده. تحط عليها مثلا ادي بصلتين كبار او 3 كمان، بحيث ان ده يديها ميه او يديها برضو ايه وقت، بحيث ان هي ما تنشفش منك او تنحرق. بتحط مثلا بصلتين 3 كبار مع حبتين طماطم كبار مع قرنين 3 فلفل، اللي هو الفلفل الكوبي. والفلفل الشطه ده يا جماعه بيكون اختياري، حابب تحط فلفل شطه ماشي، مش حابب براحتك. الخضار بتحط جزرايه، بتحط بطاطسايه، بتحط كوسايه، وطبعا الخضار حسب الرغبه. ولكن لو هتعملها بنفس الطريقه دي لازم تحط فيها الخضار بتاعها، اللي هو الكوسه، البطاطس، الجزر. اكله بتكون جميله جدا، وبتكون طعمها يعني لها طعم كده او لها نكهه بتكون كويسه جدا ولذيذه، لها طعم. والله يا جماعه الاكله دي تحفه وطعمها جميل. يعني حتى الاكله اللي انا عملتها ديت في الطريقه دي، يعني ما شاء الله لما جينا ناكل كان طعمها تحفه وطعمها جميل. بعد ما تحط الخضار بتاعك وتقلبه لمده 5 دقايق او 10 دقايق، بالتالي بتقوم جاي قافلها بالسلفر، يعني كامرها بالسلفر، بحيث ان هي تبدا تنزل الميه اللي في الخضار واللي في البصل. وكل ما تزود في البصل هيدي، بدل ما تحط ميه لو حسيت ان هي هتنشف منك، بتديها كوبايه ميه من بتاعه الشاي او كوبايتين. وبالتالي اهم حاجه يا جماعه في الاكله ديت، بعد ما تاخدها على نار هاديه، بعد ما تاخدها على نار عاليه لمده 10 دقايق، تبدأ تاخدها على نار هادية لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة اللي هو في التسوية، وتبدأ تفضل كل 5 دقايق تفتحها وتقلبها، بحيث إن هي ما تنحرقش منك أو إن هي مثلا ما تنشفش من الحاجة اللي فيها. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، هي هم برضو ما نطولش في الفيديوهات، بنحاول نقصر على قد ما نقدر عشان خاطر في ناس كتير، يعني كتير بتقول ان احنا بنطول في الفيديوهات، ولكن انا ما بلحقش اقول المعلومات كلها. ولكن احنا برضو على قد ما بنقدر بنقصر في الفيديوهات عشان خاطر برضو الناس ما تزهقش. واحب اذكرك في نهايه الفيديو، لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب فضلا وليس امرا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. واتمنى الفيديو اللي جاي تكون انت اللي كاتب لي التعليق، تقول لي على فيديو معين ان شاء الله، واحنا هنقدر ننفذه لك باذن الله. طبعا هنسيب لكم اللينك بتاع القناه اللي هي خاصه بالمطبخ
قناة مطبخ خالد مافيا. لينك قناتي هيكون في الوصف او في اول تعليق مثبت. لو حابب تخش تشترك معانا فيها يا ريت، وفضلا وليس امرا لو اشتركت فيها. طبعا هنقدم فيها وصفات طبخ فقط خاصة بالطبخ وخاصة بجميع انواع اللحوم. ان شاء الله نبدأ الفترة اللي جاية هنبدأ ننزل عليها وصفات طبخ بس لكل جزء وكل مكان في العجل بنطبخ بطريقة معينة، سواء كان كباب حلة او مطبخ عامة هنقدمه عليها ان شاء الله.